شيخنا، تلقيت هجمة قوية جدا بخصوص نقدك الشديد لقراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، ويعني وخرجتم مع الشيخ المعصراوي في قنوات مصر الإسلامية الرحمة والناس وغيرها لتوضيح موقفكم، فما الموقف بالضبط؟ أنت قلت تعرضت لي إيش؟ هجمة قوية. يعني إن كنت تقصد من أهل الفن فبالعكس، أهل الفن كانوا مؤيدين، وأهل الفن بمعنى الفن القرآني، يعني أهل القرآن شيوخ القراء في كل الدول التي حولنا ونعرفها كلهم كانوا مؤيدين وكلهم كانوا متابعين ومعنا 100%. أما إن كنت تقصد من الإخوة الذين يعني أحبوا هذا المجال، أحبوا قراءة القرآن الكريم بالأنغام المستفادة من علم الموسيقى، والتي هم يعني يلبسون على الناس فيقولون المقامات الصوتية، يعني يسمون الأشياء بغير اسمها تماما، مثل بيقول لك مشروبات روحية بدل ما يقول خمر، وبيقول لك الفائدة البنكية بدل ما يقول لك ربا، فأيضا يقولون مقامات صوتية، وإنما هي مقامات موسيقية، هي مقامات من علم معروف في الدنيا ليس سرا، اسمه علم الموسيقى، موجود في الدنيا، وهو علم عجمي له 7 أنغام رئيسية، مجموعة بقولهم صنع بسحر. صنع بسحر يعني الصاد نغم الصبا، والنون النهاوند، والعين على العجم، وبسحر الباء البيات، والسين السيقة، والحاء حجاز، والراء رصد. فهذه الأنغام ال7 التي من علم الموسيقى يتفرع منها نغمات كثيرة جدا تستعمل في الغناء وتستعمل في الإنشاد. فيعني يأتي بعض إخواننا يحبون أن يقرأوا كلام الله عز وجل وهم يراعون هذه الإيقاعات والسكنات والتطويلات والتقصيرات. ما الخطر في هذا؟ الخطر أننا أمام علمين يتقاطعان، يتقاطع علم التجويد وفيه تطويلات منضبطة مع علم الموسيقى وفيه تطويلات منضبطة، فنحن بين علمين تداخلا في هذه التلاوة. عندي نص وهو النص القرآني، أريد أن أطبق عليه ميزانين، ميزان علم التجويد يقول لي مد هنا، لا تمد هنا، وهنا لما تمد مد بالمقدار الفلاني. يأتي علم النغم فيقول مد هنا ولا تمد هنا ومد بالمقدار الفلاني. فأنا هنا لما أنا الآن عندما أصل إلى نقطة التعارض بين أمرين، إما أن أغلب جانب التجويد وأخل بالميزان النغمي، وإما أن أخل بالميزان التجويدي الموروث عن شيوخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجح الميزان النغمي. يعني الأمر في غاية الوضوح، الأمر في غاية الوضوح. شايف يا سيدي؟ فهي ليست هجمة، الحقيقة هي كانت وقوف أمام هجمة. يعني هي إحدى القنوات كما تعلم خرجت بمسابقة وأثارت هذا الأمر، يعني انبهر به كثير من أبنائنا، بل إن أحد الإخوة مجاز اتصل يقول أنا مجاز بالقرآن الكريم ولكنني لا أعرف الأنغام، هل إجازتي صحيحة؟ تصور لما إنسان له إسناد متصل إلى رسول الله وصل به الأمر أن هذه الهجمة من تلك القناة ونشرها هذا الأمر بقوة في المجتمع، وجعل هذا الإنسان يشك في إجازته بالسند إلى رسول الله، وكأن هذه الأنغام الموسيقية جزء من الموروث النبوي. فكان لابد لنا أن نتكلم عملا بقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والله ما أردنا إلا هذا. الله يكرمك. الله يسلمك.